السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم بكل صراحة. النهاردة طبعا قبل الماتش بيوم طبعا طلعت لنا أخبار جديدة. هتكلم في نقطتين. أول نقطة المتحدث الرسمي بتاع بيراميدز، وتاني نقطة حضور الجماهير اللي احنا سامعين أخبار بتقول إن ممكن يتمنع حضور الجماهير. نبدأ الفيديو، خليكم معانا عشان هنقول كلام مهم جدا. أول حاجة أحمد عفيفي متحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز. طبعا أحمد عفيفي عارفينه إن هو بيشجع نادي الزمالك، وأساسا يعني طبعا عارفين كل اللي بيشجع نادي الزمالك عندهم شوية حاجات كده، مش كلهم يعني بعض منهم، ومنهم أحمد عفيفي، مميزات وسمات كده محفوظة هنبدأ نتكلم عنها. أول حاجة نقول اللي هو رد على إبراهيم المنيسي. إبراهيم المنيسي في ملك وكتابة قال احنا النادي الاهلي طلب حكام من التوب 5 الخمس دول الكبرى في الكوره، عاوزين منهم حكم ما يكونش حكم في السعوديه. يعني بنتكلم على المانيا، بنتكلم على انجلترا، بنتكلم على اسبانيا، بنتكلم على فرنسا، بنتكلم على ايطاليا، ما يكونش واحد فيهم حكم في السعوديه. فطبعا طلع المتحدث الرسمي الراجل لا جاب سيره بيراميدز ولا اتكلم على بيراميدز ولا اي حاجه، وكعادة اللي بيتكلم في منظومة الإعلام في النادي الأهلي بيتكلم عن النادي الأهلي فقط لا غير، ما بيتكلمش عن حد. فهو قال إبراهيم المنيسي، هنكرر تاني، قال إحنا عاوزين حكام من التوب 5 من الخمس دول أعلى دوريات في العالم، عاوزين منهم حكم بس ما يكونش راح السعودية، أو على الأقل في فترة رئاسة تركي آل الشيخ لوزارة الرياضة في السعودية. هو دلوقتي مالك نادي بيراميدز. طلب عادل جدا وفير جدا، لا غلطنا في بيراميدز ولا غلطنا في ترك ولا غلطنا في حاجه. ابراهيم المنيسي الراجل لا غلط في حد خالص. طبعا طلع احمد عفيفي ورد عليه وقال ان كل الحكام راحوا الدوري السعودي، حكام اللي بيحكموا في بطوله اوروبا، بطوله ابطال اوروبا، في نهائي كاس العالم، كله راح السعوديه. وطبعا تقرا التويته بتاعته، هجيبها لكم التويته برضه، تحس ان هو بقى المتحدث الرسمي عن الدوري السعودي. فطبعا الناس اللي بالاشكال دي الدولارات عمت العيون وزكمت الانوف، الانف ربنا عاملها ان احنا نشم بيها، لكن دول طبعا ما بيشموش ولا بقوا يشوفوا كمان. الراجل اللي هو انت بتتكلم وبتعقب على ابراهيم المنيسي، الراجل ما جابش سيره بيراميدز، انت بتعقب على الدوري السعودي. انا بقول لك انت بتدافع عن سيدك وتاج راسك. وطبعا قبل كده سمعت لك بتقول انت اصلك ما اتحطتش في نفس الموقف، لو عرضوا عليك مش عارف ايه. لا، انت ممكن تبيع عادي، انت ممكن تبيع، الغندوري يبيع، رئيس الخرارة نفسه باع، ورئيسكم وطارق يحيى معروف ان هو بيبيع. كل الناس البياعة معروفين بيجوا من اي جهة، طالعين من الخرارة واخلاق الخرارة ورئيسهم رئيس الخرارة. فالراجل اساسا ابراهيم المنيسي لا اتكلم، جاب سيرة بيراميدز، بيقول احنا عاوزين حكام، احنا عاوزين حكام ما يكونش حكمت في السعودية. انت طالع تدافع عن السعودية والدوري السعودي. يا حبيبي انت تقبض براحتك، لكن انت ما تصغرناش، انت كاحنا مصريين يعني، انت ما تصغرناش. واحد مصري اتكلم كلام مع عمره ما غلطش في حد، لا غلط في النادي اللي انت متحدث رسمي عنه، بس طبعا انت مختلطة عندك الامور. انت هل متحدث رسمي عن نادي بيراميدز ولا متحدث رسمي عن مالك نادي بيراميدز؟ انت اصلك عندك مختلطة الامور عشان القبض، الدولارات، الاخضر مختلطة عندك. وطبعا انتوا ما عندكوش انكم بتقولوا كلكم فاكرين الناس كلها بتقبض زيكم، فاكرين الناس كلها تتباع وتشتري زيكم. كان يا ابني الكابتن الخطيب من زمان يا ابني
كان من الكابتن لو كل الناس زيكم يا ابني وزي رئيس الخراره بتاعكم، كان الكابتن محمود الخطيب الراجل كان سقى عليه طوب الارض يا حبيبي، اللي انت بتتكلم بلسانه سيدك وتاج راسك. سقى عليه طوب الارض يا حبيبي، كان الكابتن الخطيب ما بيبصش وراه ولا هو مجلسه. لو كل الناس فاكرها زيك انت واخلاقك وزيها كلكم. جمهور النادي الاهلي مش راجع ولا هيتنازل يا حبيبي. يا حبيبي اتعلموا الاخلاق شويه، اتعلموا تبقوا مصريين. انتوا هلاميين يا ابني، مالكوش جذور يا حبيبي، جذوركم راحت خلاص. انت راجل بتدافع عن السعوديه انت بتدافع عن الراجل اللي بيقبضك وسيدك وتاج راسك. مالك انت من الاشراف يا ابني يا حبيبي؟ الكابتن محمود الخطيب يا ابني لو كان عاوز رئيسك دوت يدوس على رئيس الخراره وكان منع عنه الحنفيه، كان بكلمه واحده يا ابني. لكن هتتعلموها منين؟ ما انتوا في الخراره، واخلاق الخراره وتربيه الخراره وتشجيع الخراره، ورئيسكم رئيس الخراره. ظريف قوي انت. ما هو القبض يخليك ظريف ويخليك لطيف ويخليك ترفيه ويخليك كل حاجه. القبض يا راجل، يا راجل خليته منظرنا زفت. يا راجل خليته كل المصريين منظرهم وحش بسببكم. يا راجل ده احنا مش عارفين نروح منكم فين. الواحد يقول ايه بس؟ يقبض يعمى ما يشمش حتى، يعرف انه بيتكلم على مصريين وبيتريق على مصريين، وراجل ما قالش حاجه. طب ما احنا النادي المصري طلب حكام اجانب وبعت الفلوس. هل سمعت المتحدث الرسمي عن النادي الاهلي شريف فؤاد او عدلي القيعي او ابراهيم المنيسي او عبد الحميد حسن او اي حد في قناه النادي الاهلي او اي حد معدي جنب النادي الاهلي او اي حد بيبيع جنب سور النادي الاهلي او اي حد نايم وبيحب النادي الاهلي، حد اتكلم قال للمصري انتوا تجيبوا من بره تجيبوا من جوه، تجيبوا حكم خارجي تجيبوا حكم داخلي؟ ما دام المصري ما تعدش القانون ما اتكلمناش. لكن تقول ايه؟ تقول ايه يا حبيبي للي ما ترباش واللي ما عداش على اي اخلاق ولا عداش على اي رجوله، واخلاق الخراره وتربى في الخراره ورئيسه رئيس الخراره. كفايه عليك كده. بس يا ريت لو سمعت الفيديو تتعلم حاجه وتبقى راجل كده وتسترجل كده وتعرف ان انت بتتكلم على مصريين يا ابني. تعرف يا حبيبي، تعرف. كفايه قبض الله يخرب بيوتكم، كفايه. هتشتموا المصريين وتعملوا فيهم ايه عشان القبض؟ حرام عليكم، كفايه عليك كده. تاني حاجه، سمعنا ان اتحاد الكوره اللي هو مش اتحاد كوره اللي رئيسه هنا بوريده عاوز يرجع، وبيقول لك ان الامن رافض ال5000 اللي من اعضاء الجمعيه العموميه اللي الحق النادي الاهلي فيهم 3500 نادي بيراميدز و1500 لوزاره الشباب والرياضه، ان بيقول لك ممنوع عشان دواعي امنيه. هترجعوا تخلونا نقول تاني انتوا ما تعرفوش قيمه النادي الاهلي. انتوا ما تعرفوش قيمه النادي الاهلي. هرجع واقول لكم تاني، النادي الاهلي هو اللي مشرف مصر. لما اختاروا بره في فرنسا فوتبول وحبوا يعملوا احسن 30 نادي على مر التاريخ، حطوا النادي الاهلي رقم 21. بتخلونا نقولوها تاني ونعيدها تاني ونزيدها تاني. انتوا باين عليكم ما تعرفوش قيمه النادي الاهلي. وزي ما انا قلت في فيديو قبل كده، انتوا مش عاوزيننا ومش عاوزين النادي الاهلي. 100 دوله تعوز النادي الاهلي وتتمنى يبقى عندها نادي بحجم وقيمه وادب واحترام النادي الاهلي. النادي الاهلي قيمه، النادي الاهلي قامه، النادي الاهلي هو اللي مشرف في الرياضه المصريه. اذا كنتوش عارفين قيمه النادي الاهلي، قلت لكم قبل كده في فيديو قبل كده سابق، خلوه يمشي. مشونا من مصر، مشونا من مصر كلنا. انا ما اعرفش كل ماتش النادي الاهلي لازم تعملوا لنا الحكايه دي. قلتوا جمهور النادي الاهلي مش ملتزم، حضرنا 40,000 في ماتش سان داونز ومغلوبين وطالعين ببطوله وما عملناش مشكله واحده. مفيش لفظ خرج. انتوا ما تعرفوش قيمه النادي الاهلي.
اتحاد الكرة ماسكينه شوية مرتزقة، شوية عيال، اللي بيقلع بنطلونه واللي بيجري بمقشة واللي بيدور له على تذكرة يبيعها واللي قابض من شوال الرز يعني انتوا غير وجه غير مشرفة لمصر، والله العظيم وجه غير مشرفة لمصر، وما تعرفوا قيمة النادي الأهلي. وانا بتكلم الكلام ده ممكن واحد يقول لي انت بتسبق الاحداث وممكن الامن يوافق، لكن بعد ما يوافق الامن ليه بتصدروا مشكله للنادي الاهلي؟ ليه تقعدوا الاهلي قبل الماتش في حيص بيص؟ انتوا عاوزين ايه من النادي الاهلي؟ دوله بتحارب ناديها الاول، دوله بتحارب ناديها المحترم في مصر، دوله بتحارب النادي اللي ما بيصدرهاش مشكله. انتوا بتحاسبوا الخطيب على ايه؟ ترك وعارفينه مقبض، هيقبض مين تاني؟ قبض مين تاني؟ عاوز اعرفه. قبض مين تاني؟ يعني قبض مين اللي بيخلي القرارات زي دي تطلع؟ احنا ترك لسه عارفينه اول امبارح. النادي الاهلي منشوء 1907. اسالوا بره زي ما انا قلت، اسالوا عن مصر هيقولوا الاهرامات، اسالوا عن مصر هيقولوا ابو الهول، اسألوا عن مصر يقولوا الأقصر وأسوان، اسألوا عن مصر هيقولوا الأهلي، اسألوا عن مصر هيقولوا الأهلي، اسألوا عن مصر هيقولوا الأهلي. ما تعرفوش قيمة النادي ليه؟ انتوا هتتباهوا بمين بره؟ عاوزين تتباهوا ببيراميدز؟ هو ده النادي المصري اللي انتوا عايزين تتباهوا بيه؟ وتقولوا ان واحد سعودي هو اللي بيصرف عليه؟ هو ده النادي اللي انتوا عايزين تتباهوا بيه بره؟ عاوزين تمشونا؟ مشونا، ما انا قلت قبل كده مشونا وما تقعدوناش. انتوا خلاص مش عاوزيننا، مشوا النادي، قعدوه في اي حته. اي دوله هتتشرب بيه، هتتشرب ببطولاته، هتتشرب باخلاقه، هتتشرب برموزه اللي مشرفها مصر على مر العصور. انتوا عاوزين من النادي الاهلي ايه؟ كل ماتش تصدروا لنا مشكله، كل ماتش تعيشوا الفريق في قلق، كل ماتش ما يعديش كده. نقول ايه؟ اقول للكابتن محمود الخطيب الجأ للمسؤولين المصريين. مين اللي واقف ورا الكلام ده؟ شرطتنا العظيمه، انا عارف ان هي مش في الكلام دوت، جيشنا العظيم ملوش في الكلام دوت، رئيسنا العظيم ما فيش في الكلام دوت. مين اللي بيصدر المشاكل؟ الخطيب لما يروح يخاطب مين؟ انتوا عاوزيننا نلجأ نروح نخاطب محمد بن سلمان نقول له دخل لنا الجمهور؟ خلي ترك يقول للمسؤول اللي منع الجماهير خليها تخش. انتوا عاوزين توصلوا الجمهور لفين؟ جمهور الاهلي 70-80% من جمهور مصر اللي بيشجع الكوره. عاوزيننا نقول ايه؟ ما نروحش بطوله افريقيا؟ لا، مع كل اللي بيحصل بلدي في كل اعتبار. انا ممكن اطالب جمهور الاهلي يروح الاستاد لكن ما يشجعش، يقعد في صمت. وبطالب جمهور النادي الاهلي اذا حصل ومنعوا الجماهير، انا بطالبكم تروحوا بطوله افريقيا ننجحها، بس ما نشجعش في الاستاد. يبقى احتجاجنا جوه الاستاد، ما نشجعش، ما نقولش كلمه مصر جوه الاستاد، ما نشجعش حد، نقعد نحتاج جوه بس عشان نشجع البطوله بتاعت بلدنا. لكن انتوا المسؤول اللي بيعمل كده عاوز ينزع الانتماء من جوانا. لكن مصر جوانا وبنحبها وبنحب النادي الاهلي عشان مصر. لكن لو اضطرينا نمشي بره النادي الاهلي يمشي، هنشجعه في اي حته. خليتونا فكرنا في حاجات عمرنا ما فكرنا فيها. عشان ايه؟ عشان شويه فلوس استفاد منها القبيضه والهليبه. ما اتضربش عمود خرسانه في مصر، عمود خرسانه ما اتضربش في مصر. استاد الدفاع الجوي بقى بيقول لك خلاها تحفه تركي آل الشيخ. شفتوا الكلام الرخيص اللي بيتقال؟ وصلتونا لفين تاني؟ اخر حاجه برضو بتمنى وعارف ان في مصر شرطه محترمه وجيش عظيم، مش هيقبلوا على مصر الكلام دوت، وهيأمنوا اي جمهور يخش للاستاد. لكن انا ليه تصدروا وتزعلوا 80% من مشجعين الكوره، حتى لو ليله واحده تزعلوه؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ ليه؟ عشان مين؟
عشان ايه؟ عشان كام واحد قبض؟ بيتعدوا على الصوابع اللي قبضوا. روح مشوهين الشرطه المصريه العظيمه، نشوهها ونشوه الجيش بلدنا ونشوه مسؤولين بلدنا المحترمين. ليه؟ اخر حاجه مش هقدر اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيصدر المشاكل لمصر. حسبي الله ونعم الوكيل. وربنا ينصر النادي الاهلي ان شاء الله. وربنا بس يبعد عننا القبيضه والهليبه واخلاق الخراره واللي في الخراره ورئيس الخراره. ان شاء الله ربنا ينصر النادي الاهلي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.